السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. اذا الكل عرفنا قرعه كاس افريقيا المغرب 2025 اللي باش تنطلق في 21 ديسمبر من هذا العام، باعتبار توا كنا نحسبوا نقولوا مازالوا تقريبا 11 شهر او ربما اقل شويه. على كل حال باش نحاولوا نعملوا قراءه سريعه في المجموعات. الستة مجموعات، باعتبار ستة مجموعات كما تعرف الناس الكل ترشح الاول والثاني من كل مجموعه مع احسن اربعه اصحاب مرتبه ثالثه، ومن بعد يعني نمشيو للادوار المتقدمه وين تكون المباريات يعني وخروج المغلوب. خلينا نقولوا انه المجموعه الاولى وهي مجموعه البلد المنظم، مجموعه المغرب، فيها المغرب، مالي، زامبيا وجزر القمر، وبالتالي حسب رايي انه المغرب نجم نقولوا الفريق نظرا لقوه الفريق بطبيعه الحال ونظرا حتى للمجموعه، الفريق في طريق مفتوح. ممكن فما مالي ربما باش تنافس على المركز الثاني، ونتصور مالي تكون هي الثانيه. زامبيا وجزر القمر حسب رايي صعب جدا انه زوج فرق هذوما يعملوا مفاجاه في المجموعه. المجموعه الثانيه فيها مصر، جنوب افريقيا، انغولا وزيمبابوي. اظن انه مصر كالعاده بطبيعه الحال مرشح بقوه كما هي العاده في كاس افريقيا عموما، الفريق يعني فيه نجوم كبار. ايضا في المشاركات الافريقيه نعرفوا انه مصر دائما وابدا ما تكون المرشح رقم واحد، وخاصه انه المنتخب صاحب الرقم القياسي في التتويجات. الثلاثه فرق الاخرى جنوب افريقيا، انغولا، زيمبابوي، اظن انهم تقريبا على نفس المستوى، وبالتالي باش تكون منافسه على المركز الثاني. بالنسبه للمجموعه الثالثه مجموعه تونس نخلوها هي اخر مجموعه نحكيو فيها، نتعداو لمجموعه السنغال، المجموعه رقم 4، السنغال، كونغو الديمقراطيه، البنين وبوتسوانا. ولهنا تقريبا ايضا نقولوا السنغال يكون في طريق مفتوح على الاقل من ناحيه خلينا نقول احنا نظريا، ونجوم كبار في السنغال كما نعرفوا، هو الفريق يلعب دائما وابدا ادوار متقدمه. كونغو الديمقراطيه، البنين وبوتسوانا تقريبا باش تكون منافسه على الاقل باثنين من الثلاثي هذا على المركز الثاني، وكل شيء متوقع الحقيقه. بالنسبه للمجموعه الخامسه، الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائيه والسودان. وفي المجموعه هذه تقريبا ايضا شفنا انه الجزائر باش يكون بطبيعه الحال هو الفافوري او هو الفريق الاقرب للترشح، ولكن حذاري لانه بوركينا فاسو وايضا السودان اللي هي ايضا موضوعه في يعني الترتيب او التصنيف رقم 4، الفريق السوداني قادر انه يقوم يعني بالمفاجاه. غينيا الاستوائيه ايضا الفريق هذايا فريق تطور في السنوات الاخيره، وبالتالي نشوفها مجموعه صعبه نوعا ما. نعطي اسبقيه وافضليه للمنتخب الجزائري بطبيعه الحال. البقيه الثلاثي نشوفوا انه باش تكون منافسه كبيره، وممكن في المجموعه هذه الفريق تاع التصنيف الثاني هو بوركينا فاسو ربما باش يكون نقولش لا يمر، ربما يتعدى كثالث في المجموعه هذه، لكن باش تكون فما تنافسيه على كل حال. بالنسبه للمجموعه الاخيره وهي الكوت ديفوار، الكاميرون، الجابون وموزمبيق، نظريا الكوت ديفوار يعني بطبيعه الحال صاحب اخر لقب افريقي مع الكاميرون، فريق يعني كبير برشا ونستعرف عدد الالقاب والنجوم اللي تعدوا من الفريق هذايا. نتصور الثنائي هذا مرشح بقوه انه يكون اول وثاني ما فيش نقاش. تبقى الجابون وموزمبيق من اجل المركز الثالث، ربما من اجل ايضا مكان كأحسن أربعة أصحاب مركز ثالث. نرجع للمجموعة الثالثة وهي المجموعة اللي تهمنا أكثر، وهي مجموعة نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا. نظريا نشوفوا نيجيريا وتونس مستواهم أفضل بكثير من أوغندا وتنزانيا الحقيقة. يعني المركز الأول والثاني المفروض يكون بين تونس ونيجيريا أو نيجيريا وتونس. بطبيعة الحال الجميع يتذكر وأنه المنتخب التونسي يعني لو نرجع دورتين إلى الخلف كان يعني رغم الظروف الموجوده في الفريق ورغم انه ترشح بصعوبه وغيره، كان اقصى منتخب نيجيريا اللي الوقت هذاك كان فريق يعني خلينا نقولوا كان مرشح بقوه للفوز بكاس افريقيا. وبالتالي نظن ان المباراه باش تكون فيها نوعا ما مباراه خلينا نقولوا ثأريه للمنتخب النيجيري، خاصه اللي رد الاعتبار ضد المنتخب التونسي. المنتخب التونسي المهم هو انه ترشح تقريبا بنسبه كبيره، يجب يكون مضمون في المجموعه هذه، خلينا نكونوا صادقين، رغم انه فماش مباريات سهله، ولكن ما نشوفش انه اوغندا وتنزانيا قادرين يقوموا بالمفاجاه، وانه يعني صعبه جدا الحقيقه، صعبه جدا. يبقى ان نتمنى انه المنتخب التونسي يقدر يعني ينتصر بنتائج ممتازه على اوغندا وتنزانيا، ويقوم بمباراه كبيره ضد نيجيريا وينتصر. علاش لا؟ لانه اللي يهمني هو المركز الاول، خاصه من اجل تفادي عمالقه الكره الافريقيه، لانه كما نشوفوا اليوم لما نحكيو على المغرب، نحكيو على مصر، نحكيو على السنغال، نحكيو حتى على نيجيريا والجزائر وكوت ديفوار، هذو اسماء كبيره برشا. نشوفوا حتى التصنيف الثاني نلقاو مثلا فريق كما الكاميرون، او حتى يعني
تونس بطبيعه الحال يعني فما اسماء حقيقه اللي قادره تنافس بقوه. ان شاء الله نشوفوا كاس افريقيه ممتازه للغايه. بالطبيعه انا مشجع للمنتخب التونسي، هذا بدون نقاش، الفريق اللي نشجعه اولا وقبل كل شيء. من بعد المنتخب التونسي بطبيعه الحال ساكون مشجع للمنتخبات العربيه الموجوده في الدوره هذه، سواء كان المنتخب المغربي، المنتخب المصري، او المنتخب الجزائري، وبطبيعه الحال حتى المنتخب السنغالي، الدوله المسلمه بطبيعه الحال مش تكون وراء المنتخب السنغالي نوعا ما. السودان ايضا بطبيعه الحال ما ننساوش اخوتنا السودانيين. على كل الدول العربيه تقريبا والمسلمه انا باش نكون مشجع لهم، ولكن تشجيعي كله باش يكون المنتخب التونسي اولا وقبل كل شيء. انا حسب رايي هذه قراءه سريعه خلينا نقول، يهمني نعرف ارائكم بطبيعه الحال. تحطوا لي في تعليق ارائكم انتم، شكون الفريق اللي تشوفوه او المنتخب اللي تشوفوه الاقرب للتتويج. انا نشوف ان الدوره هذه ربما يعني بالقرعه هذه ما نعرفش من بعد القرعه كيفاش باش تمشي بالضبط، ولكن المنتخب المغربي يبقى المرشح رقم واحد. المنتخب المصري لا يقل يعني نسبه انه يكون مرشح للفوز، لانه المنتخب المصري كما قلتها ونعاودها في كاس افريقيا شيء مختلف جدا على باقي المنتخبات، وفريق يعرف يتصرف في الدورات هذه. بقيه المنتخبات الكل تقريبا، خاصه المنتخبات من التصنيف الاول تقريبا كلهم يلعبوا كل حظوظهم وقادرين انهم لما لا يتوجوا بالكاس الافريقيه هذه. المنتخب التونسي ربما يدخل المسابقه وليس مرشح بقوه للفوز بكاس افريقيا، ولكن نتمنى ان شاء الله ان المنتخب التونسي علاش لا يحدث المفاجاه خلينا نقولوا. ننتظروا مازال يعني تقريبا 10 او 11 شهر لانطلاق الكاس الافريقيه. التحضيرات يعني مده ممتازه للتحضيرات، ان شاء الله الامور تكون جيده من هنا للوقت هذاك، وان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا التونسي. هذا هو الفيديو، خلوا لي ارائكم كما قلنا، اختلافنا للسدود قضيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.